لو عندكم لفة جلاش قديمة في التلاجة ونشفت منكم او اتكسرت وجبتوها وكانت متفرفتة، ما تقلقوش احنا هنستخدمها. دي لفة جلاش انا مطلعاها من الفريزر، هبدأ ان انا اقطعها بالسكينة كده زي ما انتم شايفين. سواء بقى قطعتوها بايديكوا سبتوها بره ونشفت نسيتوها، ما تقلقوش احنا صينية الجلاش هنعملها حتى لو هي متفرفتة كده. عايزه اقول لكم ساعات بجيبها طازه واقطعها شرايح كده بالسكينه زي ما انتم شايفين. الموضوع بيبقى اسهل من الفرد وكمان اخف بحيث ان هي ما بنسقيهاش طبقات كتير سمنه ولا زيت. فاهمين الفكره؟ بجيب الصينيه بتاعتي بعد ما قطعت الجلاش خلاص حطيتها في بوله عندي، وبجيب الصينيه بتاعتي ادهنها زيت او سمنه. دي سمنه بلدي متسيحه، بدهن الصينيه الارضيه بتاعتها كويس قوي، وبعدين بجيب الجلاش بتاعتي واحط طبقه حلوه من تحت. يعني مش هحط طبقه كتيره، بس هي طبقه تبقى سميكه بحيث ان الجلاش لما نيجي نقطعه ونقلبه يتقلب معايا بسهوله او يتقطع معايا بسهوله. انا هنا فردت كل كميه الجلاش، انا قسمت لفه الجلاش على نصين، حطيت نص تحت والنص التاني هيبقى فوق. ماشي، بس القاعدة بتبقى أتخن شوية من الجزء اللي هو بيبقى من فوق في الجلاش من فوق. الصينية دي كبيرة، مقاس كبير، فهي لفة الجلاش يدوب على قد الصينية دي. ممكن انتوا لو عندكم صينية صغيرة ممكن تقسموا لفة الجلاش أصلا على مرتين، يعني تعملوها مرتين أو صينيتين صغيرين. هنحط ايه؟ هنحط شوية زبادي، بيضتين، وملح وفلفل اسود. انا حاطه الكميه دي واكتبها لكم مقادير لو هتعملوا صينيه واحده. انا مضاعفه هنا المقدار عشان الصينيه زي ما قلت لكم كبيره بس. وهضيف شوية من اللبن بقى عشان نخفف القوام، ونقلب كويس قوي. وبس كده احنا كده خلصنا. بس قبل الحاجة الأخيرة بقى ان احنا لازم، هنا كده بهدلنا الدنيا مفيش مشكلة، لازم هنحط شوية من البيكنج باودر على الخليط ده عشان يخلي الجلاش بتاعي فلافي وهش. يعني هش ان انا ينفع يبقى نافش كده، ما يبقاش مكتوم. عشان ايه؟ عشان زي ما قلت لكم احنا مش بنسقي طبقات جلاش ولا بندهن زيت وسمنة في النص، فالجلاش يبقى فلافي ويبقى هش معايا. بس شوية من الخليط اللي احنا عملناه ده بنزله على الجلاش اللي في أرضية الصينية بتاعتي، وبالفرشة كده أو بمعلقة ببدأ إن أنا أجيب شوية من السمنة البلدي أنزلها كده على الوش، حاجة بسيطة، وأوزع الخلطة بتاعت اللي بنسقي بيها الجلاش دي، أوزعها كويس. بس انا كده خلصت. هنحشيه بقى اي حشوه انتوا عايزينها. انا هنا حشيته جبنه رومي على لانشون على تركي على جبنه موتزاريلا وزيتون. انتوا اعملوا بقى لحمه مفرومه، جبنه فته، طماطم وفلفل. اللي عملتها معاكم قبل كده خطيره، بتبقى في الجلاش بتبقى مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. لازم تجربوها، هتلاقوا الوصفه موجوده عندي. انا هنا حبيت الاسهل واللي موجود عندي فهو ده اللي استخدمته. ميكس رومي على شيدر على تركي ولانشون، زي ما قلت لكم اي حاجه انتوا عايزينها هتنفع. طبعا عشان احنا عندنا جزئين، جزء بياكل من غير زيتون وجزء بياكل بزيتون، وجزء بياكل من غير فلفل وطماطم والحاجات دي، فانا ما حطيتش اي حاجه غير الميكس بتاع الكولد كاتس اللي قلت لكم عليها ورشه من الجبنه الرومي، وحطيت نص زيتون والباقي سبته زي ما هو من غير زيتون عشان نرضي جميع الاطراف. رشيت كمان شويه جبنه موتزاريلا عشان تمسك الحشوه مع بعضها. وبس انا كده خلصت. هبدأ ان انا احط الزيتون زي ما قلت لكم، احط الطبقة التانية بتاعة الجلاش على الوش، هي تبقى طبقة خفيفة مش طبقة تقيلة. وبعد كده ادخله الفرن بيبقى متسخن كويس من قبل ما ابدا ارص صينيه الجلاش. هسقيها بقى باقي الخلطه بتاعتي، باقي الخليط اللي احنا عملناه، واظبط وشها كده زي ما قلت لكم، وندخلها الفرن بقى. ومش قادره اقول لكم هتطلع خطيره ازاي. بعد ما تدخل 10 دقايق ربع ساعه في الفرن، هبدا ارش على وشها كده جبنه موتزاريلا، وكمان هرش عليها شويه من ميكس الكولد كاتس اللي احنا حطيناها وجبنه رومي، وهدخلها تاخد وش بيتزا. هتبقى عملنا صينيه جلاش وش بيتزا مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. لازم هتجربوها. هنقطعها عادي، طلعت عادي من الصينيه خالص. انا عايزه اوريكم هنا شكلها من تحت عامل ازاي، ماسكه في بعضها ومش فكه ولا اي حاجه. هنقطعها بالرولات بتاعه البيتزا او ممكن نقطعها بالسكينه عادي جدا، وهتطلع تحفه. عايزه اقول لكم مش هتقدروا تبطلوا تعملوها، ومش هتحملوا هم بعد كده تعملوا الجلاش. احفظوا الوصفه دي عندكم، وما تنسوش تبعتولي الصور لما تجربوها، واحفظوها عشان رمضان هتحتاجوها كتير جدا. باي.